انيو عاملين ايه؟ اولا انا بحبكم قوي قوي، مع ان احنا مزدناش. بس انا مبسوطه ان الريتش بدا يعلى تاني. انا بجد بحب الحاجه دي. فانا مريت بحاجات كتير جدا، كان ناس تقول لي آه، كنوع من انواع اللي هو النصيحه وكده. وفي ناس زعلت مني عشان انا متقبلتش النصيحه، او اللي هو سمعتها وكده، وبعدين عملت بنص، يعني عملت باللي انا شايفاه من وجهه نظري وكده. ف حلقه النهارده على الضغط النفسي، او عامه آه، التوتر. انا مش عارفه اقولها بالانجلش، فاحنا عادي هنتكلم كله بالعربي، وبحاول اصلا اخلي كله كلامي بالعربي. بس دي داخله الاول، وبعد كده نسلم على بعض بقى. anyway، تعالوا ندخل بقى في الموضوع على طول، علشان يعني ايه، حاسه ان انا رغيت كتير جدا. تعالوا ندردش في حته فكره الضغط والضغط النفسي عامه. ممكن يكون ضغط، في ضغط اسري، ضغط من الاصدقاء، ومن كله عامه. كنت بقولكوا ان طبيعي ان نمر كلنا بضغط، وحياتنا اصلا هي عبارة عن كده. فننزل ونطلع، ننزل ونطلع. هو حتى مش سلم، هو اصلا ما تنفعش السلم، لان انت ممكن تفضل في فترة تطلع 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 عادي. احنا بنطلع ستيب باي ستيب، وفجأة تهبط. فجأة يحصل لك ضغط مثلا نفسي. فجأة مثلا يحصل مشكلة خارج ارادتك. فاهمين؟ انا بديكوا اي مثال، فاهمين؟ اي حاجة، اي حاجة. ده طبيعي. ف تضطر تنزل تنزل تنزل. وقت خلاص انت وقت ده وقعت جدا، مش عارف تقوم، فترجع تحاول تقوم تاني. بس هل لو انت قمت بعد ما انت كنت اوريدي بتطلع هتقوم من نفس النزلة اللي تحت؟ لا، لا. احنا بنقوم من اخر مكان كنا فيه. بس طبعا لو قلينا شوية فاحنا بنرجع تاني، بنرجع ونوصل للمكان اللي احنا كنا فيه بسرعة جدا، عشان طبعا احنا كنا اوريدي واصلين فيه. وبعد كده نبدأ نعلى بقى بطريقة طبيعية عادي جدا بعدها. طيب، مرنا بضغط، المفروض بنواجه ده ازاي، وازاي بنتعامل معاه؟ الضغط حاجة طبيعية، زي بالظبط زي ما بيقولوا إيه انت لازم يبقى عندك شغف عشان يحركك. لا، الشغف ما بيحركش. فهو بالظبط الضغط هو شيء اساسي، يعني انت هتمر بيه، فاهم؟ اجلا ام عاجلا. ممكن يكون زي ما قلت، كل واحد الضغط اللي هيكون في حياته هيكون بشكل معين ومختلف تماما عن اي حد. فما ينفعش ان انا ابدا 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 اقارن حياتي او حد. مش عارفه، الدنيا كلها فجاه اتزحمت دلوقتي، القطر عدى ولازم اقفل. يلا، الحمد لله، الحمد لله. نرجع لمرجعنا. كنت بقول لكم ان ما ينفعش ابدا نقارن حياتنا بحياه غيرنا. ليه؟ لانك انت مثلا لو بتقارن حد، مثلا هديكم مثال. لو بتقارن حد ما شاء الله دلوقتي هو ايه، في سن 29 داخل على 30، انت اصلا لسه طالب ولسه مكملتش 20 سنة. فاولا دي مقارنة مش معادلة، يعني مش موزونة اصلا. ما ينفعش انت بتقارن حد بشبهك. تشوف حد شبهك عامل انجازات ايه، ده اول حاجة. تاني حاجة، طبعا لو كنا نقارن في الحاجات اللي هو بيعملها، فهو طبعا حد كبير، حد عدى بفترة اللي انت فيها دلوقتي دي، عدى فيها واخد خبرات، وممكن مثلا عمل حاجات كتير جدا في حياته. فهو اوريدي ما شاء الله مش محتاج. كمان انت لسه في بداية حياتك، لسه المفروض هتخوض نفس التجارب اللي هو خاضها، هتدخل في نفس المعارك. الله اعلم طبعا، كل واحد معاركه مختلفة وتجربته مختلفة تماما. بس انت هنا وهو عدى ده بمطبات مطبات مطبات لحد ما وصل بقى هنا. طبعا عدى من كل ده عمره. فانت بقيت بتقارن نفسك بان انت هنا بعمر اللي هنا. بصراحة معادلة هبلة اوي. يعني ليه؟ لما ابص اللي في نفس مستواي. ممكن اللي في نفس مستواي على فكرة ده يكون شاطر. مثلا انا مثلا مش حد شاطر في الانجليش قوي، الاقي اللي قدامي ده شاطر، فاحاول ابص احط هدف ان هو يكون حاجة كويسة شبهه. ممكن مثلا نقارن يعني
هو كده ولا كده ما ينفعش مقارنة. بس انا بتكلم معاك، المفروض انت بدأت تحط اهداف، فانت عشان تشوف اهدافك او عشان تشوف حد بيحقق الاهداف دي عشان تبدأ انت كمان تحققها او تمشي بيها، لازم تشوف حد بيعمل نفس الشيء، بس لازم يكون على الاقل نفس مستوى تفكيرك، او يعني حاجة ما تحسسكش مثلا ان انت مش قادر. عشان توصل للهدف انت محتاج اصلا تعمل تغذية بصرية. يعني ايه تغذية بصرية هنا؟ التغذية البصرية دي انت تقعد مع نفسك، تعمل سيرش شبه ما احنا بنعمل سيرش على اي حاجة على جوجل او على تيك توك، انستجرام، اي كان الابليكيشن انت بتفتحه تعمل سيرش عليه، وبتبدأ تكتب مثلا حاجة، جملة مثلا من حاجة. مثلا لو بتدور على حاجة او بتدوري على حاجة مثلا ليها علاقة باللبس، هتكتبي اوتفيت بناتي، او ولد هيكتب مثلا اوتفيت رجالي، او طريقة. عايزة اقول لكم بس حاجة، ان السوشيال ميديا كويسة يعني حلوة لو استغليناها باستغلال الصح. انت لو كتبت مرة اوتفيت، او انت لو كتبتي مرة اوتفيت، تمام، آه هيبدأ انستجرام وتيك توك يبدأ يظهرلك في الفور يو بتاعك والاكسبلور كله الناس اللي ليها علاقة بتعمل الحاجات دي، فهتبدأ انت التغذية البصرية بتاعتك كويسة. طيب احنا هنا عملنا تغذية بصرية، احنا هنا هنحس بضغط. هقول لك طبيعي تحس بقى ان الناس كلها عارفة تعمل وانت واقف مكانك مش عارف تعمل حاجة. بتبص مثلا على ناس تعمل حاجات على اليوتيوب، تلاقي ناس كلها بتصور محتوى وجايبين افكار محتوى وجايبين حاجات كتير جدا وانت واقف مكانك. وبعدين ممكن تجيلك فترة تبقى انت كويس جدا، ممكن تقعد شهر كامل بتعمل محتوى بشكل منتظم، وكاتب في تو دي ليست ان انت بكرة هتعمل كذا وكذا، وتقوم بكرة تعمل كذا وكذا. بص حياتك بقت ماشية على سنجة عشر كده، وفجأة يحصل لك ظرف او يحصل لك ضغط ايا كان سببه ايه، تلاقي نفسك وقفت، فتقوم واقع. ماشي، فما تيجي ترجع تقول انا هرجع ليه، انا اصلا كنت لسه في البدايه، انا اصلا كنت لسه في الصفر، انا حياتي كانت واقفه، إيه مش عارفه ايه. يعني عامه يعني انا عايزه بس اصدمكم واقول لكم ان شويه الكلام اللي قلته ده هو ده الضغط. والله العظيم ده الضغط، ده الضغط ضغط بشع، اللي هو انت تبقى قاعد بتتكلم بينك وبين نفسك بتقول انت اصلا انت كنت بتحاول كل ده على الفاضي، انت كل تعبك ده راح على الفاضي وهترجع تبدا من الاول جديد. يا لهوي ليه؟ 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 هو الضغط عمل فيكوا يعني، انت يعني نفسكوا دي عملت فيكوا ايه؟ بالعكس ده هي بتحاول تشجعكوا وبتحاول تقوم في وقت مثلا زي ما انت يا لهوي رزعت التليفون. نفسك عليك بحق، فانك تضغطها محدش يجي يقولك على فكرة ما تضغطش نفسك، لانك انت بتضغط نفسك بينك وبين نفسك، مش هتيجي قدام حد تضغط نفسك يعني. وعندك حتة المثالية قدام الناس كلها، تكون ان انت مثالي وحد كويس جدا وماشي في حياتك كويس جدا، وانت طبعا مدمر نفسيا وجسديا ونص اصلا شغلك بايظ. حاولوا ما تكذبوش بينكم وبين نفسكم في حاجات معينة بس اللي المفروض نكذب فيها. هتقولي ايه انا اللي المفروض نكذب؟ هو احنا اصلا المفروض احنا نكذب؟ لا انا ما بقولش المفروض تكذب، انا ما بقولش لحد، ما بحرضش حد على الكذب، بس عقلك الباطن هو مش فاهم يعني ايه. يعني عقلك مش فاهم انت المفروض، انت مثلا لو بتقوله دلوقتي انا والله تعبان نفسيا ومش قادر ومش هقوم من على السرير، خلاص عقلك مش هيقوم من على السرير، هيفضل يهبطك يهبطك يهبطك. طيب انا لو قلت بقى العكس، العقل والله يا هنا احنا تعبانين بس احنا لازم نقوم، مش نقوم متضايقين، لا احنا محتاجين ان احنا نقوم براحتنا وهاديين وناكل نفطر حاجة ونشرب حاجة سخنة، ممكن مثلا نتابع على شغل بتاعنا او نشوف مثلا المفروض نعمل ايه في يومنا، حتى لو احنا ما عملناش ده بالليل مش مشكلة، ممكن نعمل احنا التو دي ليست بتاعت النهاردة دلوقتي اول ما نصحى من النوم. تبسطوا لعقلكم حتى انتوا نفسكم تلاقوا نفسكم هادين اوي شوية. فبالتالي بنيجي هنا تلاقي نفسك فعلا قمت
ماشي معلش يا جماعة. تلاقي نفسك فجأة قمت، مش فجأة، انت خلاص، انت اوريدي اسست عقلك على كده، وقمت وتوكلت على الله، وشفت ايه اللي لسه كام ساعة في اليوم تقدر تعمل فيهم كام حاجة، بدأت ايه ترتب اولوياتك، وفعلا لقيت نفسك كويس، مش تعبان، مع انك انت اوريدي تعبان، بس انت عقلك وصل لجسمك كله انك تعبان شوية، ده شيء طبيعي، بس محتاج تقوم تكمل يومك. الضغط لو حد بيضغط عليك، انت اللي مخلي الحد ده يضغط عليك. بمعنى ايه؟ بمعنى انك انت قاعد في البيت براحتك، تمام، فمثلا سي عندك صديقة، فالصديقة قالت لك ازيك يا هنا، عامله ايه، اخبارك ايه، والله العظيم ده انا حصل واحد اتنين تلاته، ده انا حصل معايا مشاكل، ده فلان الفلانيه قالت لي، قالت لي ان انا وحشه عشان انا ما خدتهاش معايا في مش عارفه ايه، ان انا عملت كذا كذا كذا، وحياتي بجد كانت وحشه. مش واخدين بالكم من الضغط؟ طيب، انا عارفه انك لما تسند صاحبك صح، فاحنا لازم نسند بعض، بس في نفس الوقت تضغطي نفسك. ليه؟ سمعت حاجات سلبيه من اول ما انت صحيت من النوم، او حتى لو بالليل من قبل ما انت تنام، سمعت حاجات سلبيه، وان في حاجات وحشه بتحصل، وان في مشاكل وي، عقلك بدأ يستوعب ان هو ايه ده، لا ده احنا علينا ضغط، ده احنا، لا احنا جسمنا هيبقى ليه خمول، هنصحى من النوم مش قادرين نعمل حاجه، مش طايقين الحياه اصلا، مش طايقين النوم، اهدافنا مش هنبص لها، لان احنا اصلا حياه وحشه. اصلا انت لو خدت بالك، يعني هقول لكم اقل مثال، انت لو بتكلم حد من صحابك عمرك ما هتمسكه كده تجلده، غير الى مرحم ربي يعني، بس يعني الحاجه السليمه، وانت تبقى واعي وفاهم ان دي حاجه سليمه، في ايه بقى؟ إيه؟ انك ما تضغطش عليه، ما تحبطهوش، ما تحسسوش اللي هو لا انا مش قادر بالعكس، لو هو قالك انا كان نفسي اعمل حاجه، طب ما يلا اعملها. انت بقى ليه وحش مع نفسك؟ يعني ليه لما نفسك تقولك انا نفسي اعمل كذا، نفسي اقوم من النوم بدري وانام بدري واظبط نومي، واحاول اعمل فطار كويس، اخده معايا وانا نازل الكليه، وبعدها اروح الشغل، وشغلي يبقى لذيذ ويومي لذيذ، والتمن ساعات الشغل يروح ويخلص، واروح البيت اكون مرتاح حتى لو انا مضغوط من الشغل. انت لو اتكلمت مع نفسك كده، يا لهوي، يا لهوي، نفسك هترتاح. لكن احنا بنتكلم مع نفسنا بالعكس تماما، احنا بنتكلم مع نفسنا احنا لازم نقوم الصبح عشان هنروح الكلية وبعدها هنروح الشغل، احنا اصلا مضغوطين، واحنا لازم ننزل شغل عشان احنا محتاجين فلوس، او سي ان احنا مثلا محتاجين خبرة، احنا اصلا احنا مضغوطين، احنا، انا حتى مش طايقه البس حاجه الصبح، انا حاسس ان مش، انا مش عايزه احط حاجه في وشي، حاسه ان انا بجد شكلي وحش، وانا خلقتي مش حلوه. ايه بقى المشكله؟ إن انا بقول لكم السلب، انا لاحظت دايما بركز لكم على السلب اكتر من الحلو، عشان الحلو كده ولا كده ظاهر، لكن السلب احنا ما بنبقاش واخدين بالنا منه. والسلب احنا بنقعد نتكلم كده مع نفسنا، يعني مثلا انت قاعد كده وقعدت اتكلمت مع تفكيرك جوه نفسك، حتى ما طلعتش كلام، قلت يا هنا انتي ضيعتي النهارده اليوم كله، ما عملتيش حاجه في الكليه، كان ممكن تعملي كذا وكذا، ما خلاص اليوم عدى، اتبسطت خلاص، والله يعني اصلا ما مش هنعمل حاجه، مش هنعيد اليوم تاني، فاحنا يا هنعوض تاني يوم يا هنعوض يوم تاني، يا يا كفايه نبت بقى، اسمها ايه؟ ندب، نبت، نقر ونقيل مع نفسك، بينك وبين نفسك، مش عارفه اقول التانية دلوقتي، ندب تقريبا، ندب كفايه ندب بقى ولوم على نفسك وتضغط عليها، بالراحه، والله بالراحه. حاسه ان حلقه الضغط دي محتاجه حلقه تانية كمان معاها جنبها، ما تكونش حلقه واحده، بس في المختصر تعالوا اقول لكم نصيحه من هنونه ليكم. انا نسيت اقول لكم ان الحلقه السابعه من دردشه اصدقاء. المهم، فاينل، رسالتي ليكم،
ما تضغطوش على نفسكم، بمعنى ان انتوا متكلموش نفسكم بطريقة سلبية. خدوا كنصيحة اخر الحلقة دي، خدوها نصيحة. ربنا يوفقكم ان شاء الله، وحطوا حياتكم واهدافكم واحدة واحدة كده، وبينك وبين نفسك ما تتشكلش معاها. كنت بحاول الحق اقول كلمتين قبل ما اتوه. المهم بينك وبين نفسك خليك كويس، وخليك شخص هين لين على نفسك، ومتضغطش عليها. هي مش محتاجة منك ان انت بس يعني تهدى، تبطل ضغط، واعمل الحاجة اللي انت عايزها بالراحة، وما تخليش يومك يكون صربعة وتجري حوالين نفسك. ما تخليش حد بيتحكم في يومك او في حياتك ان انت تمشي ازاي. انت ادرى، وانت عارف انت يومك محتاج ايه، فما تضغطش على نفسك، وتعامل بينك وبين نفسك كويس، لان محدش يجي يقولك اتعامل بينك وبين نفسك كويس. ليه؟ لان محدش هيخاف على صورة حد، انت فاهم؟ فانت لو مخفتش على نفسك، لان يعني جسدنا كله علينا بحق، وربنا جايبنا الدنيا عشان نحافظ على نفسنا، ونطلع في الاخر ربنا كويسين برضو الحمد لله. فانت بينك وبين نفسك حافظ عليه، خليك صديق نفسك زي ما انت صديق الناس كلها. متنسوش تتابعوني في الاكونت بتاعتي، عشان انا بعمل حاجات هناك لذيذة. خلاص بقى بدأت اعمل محتوى، في انستجرام ليبسينج وكده، وتيك توك بقى بنهزر وبندردش سوا كده فبس كده. انجوي، بحبكم. متنسوش بقى تعملوا سبسكرايب ولايك، وتفعلوا زر الجرس. باي.